في خطوة استراتيجية تبرز طموح المملكة لتعزيز وتحديث ترسانتها العسكرية. بدأت القوات المسلحة الملكية المغربية هذا الشهر في استلام أولى نسخ الطائرة المسيرة التركية الصنع بيرقدر أكينجي باركتوريكنسي. تأتي هذه الخطوة في إطار تحالف استراتيجي متين بين الرباط وأنقرة يعيد رسم ملامح المشهد الدفاعي في المنطقة. ويمثل اتفاق اقتناء طائرات أكينجي تطورا كبيرا في الدفاع المغربي، حيث يدمج تقنيات متقدمة في الترسانة العسكرية. وتأتي هذه العملية بعد التجربة الناجحة مع طائرات بيرقدار TB2 التركية التي دخلت الخدمة عام 2021 وأسهمت بفعالية في مراقبة الحدود ومكافحة التهديدات الأمنية في جنوب المغرب. مع إدخال طائرة بيرقدر أكينجي ستكتسب المملكة قدرات هجومية واستطلاعية متقدمة تعزز تفوقها التكنولوجي في المنطقة. ومن المتوقع أن تحسن هذه الطائرات قدرات الردع وتمكن من تنفيذ عمليات دقيقة ضد التهديدات المحتملة، مع تقليل المخاطر على الأفراد والمنشآت العسكرية. تعد الطائرة من بين الأنظمة الأكثر تقدماً عالمياً، حيث يمكنها التحليق المتواصل لمدة 24 ساعة على ارتفاع يتجاوز 12 كيلومتراً، مما يسمح لها بالعمل خارج نطاق معظم أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى. كما تستطيع حمل حمولة هجومية تصل إلى 1.5 طن، تشمل صواريخ جو أرض مثل صواريخ الكروز التركية تشاكير وسوم بمدى يصل إلى 250 كيلومتراً، بالإضافة إلى صواريخ باليستية فوق صوتية من طراز EH-230 بمدى يصل إلى 155 كيلومتراً، قادرة على استهداف أهداف برية وبحرية بدقة عالية. كما أنها مزودة بقنابل ذكية موجهة بالليزر من طراز مامل ومامتي التي طورتها شركة روكيتسان التركية. ويستفيد النظام من شبكات اتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يسهل تنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية عبر مناطق واسعة. من المتوقع أن تزود الطائرة في المستقبل القريب برادار المسح الإلكتروني النشط ميوراد 100-E الذي طورته شركة أسيلسان التركية، ما سيمنحها قدرات إضافية متقدمة لتعزيز أدائها في العمليات الجوية المتنوعة، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية والهجمات على الأهداف الجوية والبرية والبحرية. أما بالنسبة لنظام الرؤية الكهروبصري، فلم يتم تحديد ما إذا كان المغرب سيختار النظام الكندي ريماكس 2.0 أو النظام التركي إسيلفر 5.0 من شركة أسيلسان، والذي سبق تصديره إلى 14 دولة من بينها أذربيجان وكرواتيا. ووفقا لتصريحات سابقة لمدير أسيلسان، فإن نظام إسيلفر 5.0 قادر على اكتشاف دبابة على مسافة 80 كيلومتراً ووضع علامة ليزرية على بعد 20 كيلومتراً، بالإضافة إلى القدرة على الرؤية عبر الضباب. لا تقتصر العلاقة الدفاعية بين المغرب وتركيا على استيراد الأنظمة المتقدمة فقط، بل تشمل أيضا إنشاء منصة صناعية دفاعية مشتركة في منطقة بن سليمان بالتعاون مع شركة بيكر التركية. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعة الدفاعية الوطنية من خلال شركة أطلس المغربية، التي استسهل الإخوة بيرقدار العام الماضي لتوسيع حضورهم في السوق المغربية، خصوصا في ظل المنافسة الإسرائيلية. كما تجري مفاوضات مع شركة أسيلسان لنقل وتوطين تكنولوجيا الأنظمة الإلكترونية المتقدمة في خطوة لتعزيز وتطوير الصناعة المحلية المغربية. تحمل منظومة أكينجي أبعاداً استراتيجية مهمة، إذ تعزز قدرة المغرب على مراقبة حدوده الجنوبية الممتدة مع الجزائر وموريتانيا، حيث تتزايد التحديات الأمنية. كما تمثل عنصر ردع فعال أمام أي تحركات عسكرية محتملة، خصوصاً في سياق التوترات الإقليمية مع الجزائر وجبهة البوليساريو. تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز تعاونه الاستخباراتي مع شركائه في حلف شمال الأطلسي الناتو، من خلال توفير بيانات دقيقة تجمع عبر أحدث الكاميرات والرادارات. وتعد طائرة أكينجي
نقلة نوعية في مجال الطائرات المسيرة، إذ تجمع بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات (AESAR) مع تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات آمنة بعيدة عن مدى الدفاعات الجوية. كما يمكنها العمل بالتنسيق مع الطائرات المقاتلة التقليدية، مما يرفع من مرونة العمليات العسكرية. تمثل منظومة أكينجي مرحلة جديدة في مسار تحديث الدفاع المغربي، مؤكدة على إصرار المملكة على مواكبة التحولات الجيوسياسية وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الإقليمية. ورغم هذا التطور الذي يجسد دمج التكنولوجيا المتقدمة، تظل التحديات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بمدى الاستدامة والاعتماد الكامل على الصناعة الوطنية محوراً للنقاش المستقبلي.